السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين قناة بيتي ومطبخي. وزي ما انتم شايفين كده هنا في الوش الحرم ان شاء الله. واحنا هنغطي مع بعض شارع ابراهيم الخليل. ادينا كده لسه واقفة عند السدادات بتاعة الحرم اهي، اللي قافلين بيها الطريق بالشكل ده اهو. هنغطي شارع ابراهيم الخليل. هناك كده مطرح ما انا بشاور لكم كده، ده كده فنادق جبل عمر. احنا كده ده فنادق جبل عمر، تمام، زي ما انتوا شايفين كده. وكل دي فنادق جبل عمر. نكمل مع بعض اهو جبل عمر جميرة، تمام، وسوق الخليل، تمام. جبل عمر جميرة البرج الغربي، برضو سوق الخليل. احنا ماشيين مع بعض، نكمل ان شاء الله بإذن الله. اجواء الحرم حلوة قوي قوي، يا رب يوعدكم ان شاء الله. نكمل الفنادق مع بعض ان شاء الله. طبعا الفنادق دي كلها جبل عمر كل ده مميز، طبعا الحاجات دي كلها 7 نجوم. نكمل مع بعض ونشوف فندق اعمار السلطان. ده لسه هنيجي عنده هوريهولكم. اعمار السلطان اول ما نوصل عنده هقول لكم. على ما نوصل كده ما تنسوش تحطوا اللايك الجميل بتاعكم والاشتراك وتصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا كده اهو فندق اعمار السلطان. ده اعمار السلطان اول فندق بعد جبل عمر على طول. بصوا الحمام الجميل، والناس المعتمرين اللي رايحين لصلاة العصر، رغم ان لسه بدري على صلاة العصر فاضل ساعتين، لكن الحرم زحمة جدا جدا، فالناس بتروح من بدري عشان يحجزوا مكان. انا كده مش نازلة المرة دي في ابراهيم الخليل، بس قلت اصورها لكم عشان تاخدوا فكرة عنه، تمام. ده كان اسمه فندق البيت، بس حصل فيه حريق زي ما انتوا شايفين كده، فشالوا اليافطة من عليه وكده اهو. فانا مش عارفة، انا لسه بشوف معاكم الفندق ده، تمام. نكمل بقى مع بعض، ادينا بنكمل. الفندق ده اسمه الحرم العليان، اللي هو فيه الازاز الازرق ده. تحتيه محل ملابس احلام اللي هو فيه ازاز ازرق زي ما قلت لكم. تحتيه محل ملابس. ودينا مكملين مع بعض. الناحية دي طبعا ما فيهاش فنادق، فيها التوسعات والكباري والحاجات دي، وكل المناطق اللي هي شغالة. الحمام ما شاء الله كتير قوي، جميل شكله حلو قوي قوي قوي. نكمل بقى مع بعض، نكمل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وحطوا لايك للفيديو. كده معانا فندق أريج الفلاح وفندق التاج الذهبي. المفروض ان انا ادخل لكم من هنا عشان اغطي الفنادق اللي هناك دي. يبقى كده اهو أريج الفلاح والتاج الذهبي، يافطة واحدة، تمام. بعدين لؤلؤة الخليل، فندق لؤلؤة الخليل، تمام. الاتوبيس بس يعدي. ده مش فندق، او ممكن تقريبا بيت سكني، مش فندق، عشان ما علوش اي يافطة ولا اي حاجة، تمام. فندق ثروات ضيافة الرحمن. ده كده فندق ثروات ضيافة الرحمن. هروح لكم الناحية التانية بقى عشان اقرب قوي. يلا بينا. يلا واحنا بنعدي كده، يلا ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة. يلا عشان ربنا يرزقكم ان شاء الله بعمر قريب بإذن الله. ده فندق نوارة الشمس، فندق نوارة الشمس. احنا لسه في الناحية التانية، مفيش فنادق زي ما قلت لكم، عشان ما تقولوش ان انا بصور الناحية التانية ليه.
انا الناحية التانية ما فيهاش فنادق. هنا بقى فندق، هنشوف بس نقرب من الاسم واقول لكم اسمه مرسى ايه. ثواني. الفندق ده اسمه مرسى الجارية. مرسى الجارية. ده فندق قصر المسيري. قصر المسيري. نكمل. عدينا فندق قصر المسيري. هنا بقى محلات كلها هدايا، الناس تشتري منها هدايا اهو. بيبيعوا هدايا للمعتمرين طبعا. نكمل. بسم الله. معلش بقى لو الفيديو طول عليكم شوية، بس انا بحاول اغطي لكم شارع ابراهيم الخليل كله، فاستحملوا بقى لو الفيديو طول شوية. ده فندق مش مكتوب عليه الاصفر ده، بس ادينا مكملين مع بعض. بس تعدي الاتوبيسات دي مدارية قوي عليا، فمش شايفة اقرا الاسامي. انا شكلي كده همشي في النص عشان اعرف اصور لكم. هروح النص كده، ايوه كده بقيت في النص اهو، فهصور لكم. فندق نوارة الشمس 2، فندق جوهرة النوير. تمام. احنا كده مكملين مع بعض اهو، وهجيب لكم بقى الجنب التاني. بدأنا يبقى في فنادق الجنب التاني كمان. الفندق اللي هناك ده عمارة أندلسية اهو، اللي هو فيه الشغل الخشب المشربية ده اهو، عمارة أندلسية. الناحية التانية بقى فندق أزيج الوفاء. أزيج الوفاء. واللي في الوش ده مباشر التاج الراقي. فندق التاج الراقي. وده فندق مآسر الضيافة. في مآسر الجوار وفي مآسر الضيافة. ده مآسر الضيافة. تمام. مكملين مع بعض. فندق قصر نايف، وده في الشارع اللي جوه الصغير ده. فندق قصر نايف. فندق سقاية البيت، اللي هو يافطته زرقاء ده اهو، سقاية البيت. تمام. فندق الماسة هاني الفندقية. الماسة هاني الفندقية. ال- الفندق كلها محلات طبعا هنا. الاورنج دي مش فندق، ده تقريبا مبنى سكني، مادام مش مكتوب عليه اسماء ولا حاجة. شكله كده سكن عادي. وهنا فندق اعمار الخليل اللي في وشي، اليافطة اللي في وشي دي فندق اعمار الخليل. تمام. فندق بلورة المزن. وده فندق رواحل الهدى 3. وده فندق الوحدة للإيواء السياحي. وده فندق شمس أصالة. وده إعمار الخليل. إعمار الخليل. وهنا بقى الفندق اللي جاي جنب إعمار الخليل ده يخص إخواتي المصريين، العليان الذهبي. عشان لما حد يقولك أنت نازل في العليان الذهبي إبراهيم الخليل، يبقى حلو إلى حد ما، من الفنادق المتوسطة الحلوة، اللي قربها للحرم معقول جدا، مع تحفظي على انهم بيحاولوا يمشونا لقدام ندخل من توسعة الملك عبد الله، ودي مش حلوة. تمام. ده فندق العودة المباركة. تمام. اما بقى جنب العليان الخليل فندق بستان الذهبية، وجنب منه فندق سويس الخليل. تمام. كده احنا داخلين على ايه؟ فندق اعمار جراند.
ده فندق اللي واخد كيرف بدوران ده كله ازاز، فندق اعمار جراند. ده كان قديما اسمه دار الايمان جراند. ما تنسوش الحتة دي لان الناس بتتلخبط فيها. فندق دار الايمان جراند بقى اسمه اعمار جراند. عفوا. قصاده اعمار المنار. مم. هنا بقى، وده برضو يخص اخواتي المصريين، ده فندق فنادق الماسة، مجموعة الماسة كبيرة في مكة. ده فندق بدر الماسة. بدر الماسة في الماسة جراند وفي أجياد، والماسة جراند إبراهيم الخليل، وفي بدر الماسة. ده بدر الماسة. نكمل مع بعض. وده فندق جنب عمار جراند، الفجر البديع 4. الفجر البديع 4 الليلة فيه ب130 ريال، للي عايز يطلع مع نفسه تأشيرة عادية ويسكن مع نفسه، ب130 ريال الليلة. احنا كده سيبنا قصر العليان والعليان الذهبي، داخلين على فندق العليان الخليل. العليان الخليل. انا مش شايفة الا نفسي في في شاشة الموبايل، الشمس جامدة قوي، فخلينا نكمل. العليان الخليل ده فندق ياسمين المجد. ياسمين المجد. وده كوبري المسفلة. وده فندق فلسطين. هكمل لكم كده. بعد ياسمين المجد ده فندق روضة الخليل. وده فندق رجاء الضيافة. تمام. وروضة الخليل. مكملين مع بعض. ده كده فندق خليل المسك، وجوه جنبه بيان. بيسان الفضية. مجموعة بيسان الفضية. وجنبهم فندق آخر واحد العالي قوي اللي ورا ده، فندق سارات الخليل. ماشي. فندق مسارات الخليل، سوري، مسارات الخليل. وده مركز صحي للاخواتنا اللي عايزين يكشفوا، ربنا يشفي الجميع. نكمل مع بعض. ده كده زي ما قلت لكم فندق فلسطين. تمام. بعد فندق فلسطين ادي فندق فلسطين اهو، ومعمول باصات تحتيه. الباصات بتبقى واقفة عشان صلاة العصر. الباصات دايما بتودي واقفة موجودة على طول عشان تودي الحرم للصلاة. شايفين الفندق الأخضر بقى ده ندى الجوهرة. بعدين زي ما انتوا شايفين ده الكوبري. ده كوبري اسمه كوبري المسفلة. كوبري المسفلة ده بقى، لو انت ملقتش الفنادق بتاعتك قبل الكوبري وما سمعتش اسم الفندق بتاعك قبل الكوبري، اسأل الشركة وقول لها الفندق بتاعي بعد الكوبري ولا قبل الكوبري. لو قالوا لك قبل الكوبري، ماشي، اسمع الفيديو ده. بعد الكوبري لا، ما تتعاقدش مع الشركة دي، لان كده انت بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في 1000 كيلو. انت متخيل انت بتتكلم في 1000 كيلو؟ 1000 كيلو. 1000 متر، قصدي 1000 متر. كيلو كاملة للحرم يعني. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة. ومع السلامة. باي باي.